وصفتنا النهاردة أكلة شتوية جميلة جدا جدا. من ريحتها كده بتلاقي البيت كله فرحان انك انت النهاردة عاملة لقاس. زي ما شفت في اول الفيديو المخرطة، مش عايزين نمشي كلام. الترندات اللي بتنزل نقطع اللقاس بالمخرطة، الطريقة ديت وحشة جدا جدا جدا. خليكي معايا لاخر الفيديو وما تنسوش تقولولي بتسميه ايه في بلدكم وبتعملوه ازاي. القلقاس بيتعمل بطريقتين، بالطماطم وبالسلق. انا مش بعمله بالطماطم خالص، انا بعمله بالسلق. وكمان التقطيع بالنسبه لي انا اسهل طريقه بالنسبه لي هي السكينه بتطلعهولي شريحه بشريحه كده، والتقطيعه مظبوطه 100%. هوريلكوا خطوه خطوه انا هعمل ايه، وكمان هوريلكوا النتيجه اللي طالعه من المخرطه. نتيجه مش عاجباني خالص بصراحه. قولولي في التعليقات بتقطعوا القلقاس عندكم بتقطعوه ازاي. دي الطريقة اللي هي بالنسبة لي مظبوطة 100%. انزلي حالا حطي اللايك بتاعك واشتركي في القناة. كلمة اشتراك على الشمال اتك عليها واختاري الكل وتكوني انضميتي للقناة بتاعتنا. بقطعه بالسكينة، باخد القلقاس على نصين، وبعد كده باخد النص الواحد بقطعه شرايح زي ما شفتوا كده بالظبط. والشريحة الواحدة بقطعها بالطول كده زي ما انتم شايفين كده بالظبط بالطول، وبعد كده بقطعه مربعات، ويا ريت تبقى المربعة تخينة شوية ما تبقاش رفيعة. هو ما بياخدش بالظبط ربع ساعة على النار وبيستوي. انا بقى هعمل كل الكمية عندي بالتقطيعة المظبوطة ديت. تعالى اوريلكوا التقطيعة بالمخرطة عاملة ازاي. النتيجة بصراحة مش عجباني خالص. التقطيعة سيئة جدا جدا جدا. بتطلع مهلهلة، بتطلع مش كويسة خالص. انتوا شايفين بعينيكوا كده المنظر عامل ازاي. فانا اسهل طريقة ليا السكينة. ناخد بقى القلقاس بتاعنا وعلى الغسيل على طول. وزي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات انا بغسل القلقاس، بغسله مرتين 3. سامحوني لو انتوا مش بتغسلوه براحتكم. انا جاتلي تعليقات كتيرة في الفيديو اللي فات، في ناس بتغسله وفي ناس ما بتغسلوش. فطبعا الاكل حرية اختيار واذواق. عايزة تنشفيه نشفيه. طيب عشان نطبخوه مجهزة ايه؟ مجهزة معايا حزمتين من الكزبرة الخضراء، وكمان مجهزة معايا سلق. جايبة كده ايه 3 حزم سلق كده ايه كبار. هعمل ايه في الكزبرة؟ هقطعها تقطيع عشوائي كده، لان انا هضربها او هنعمها في الكبة. لو ما عندكيش كبة ممكن تدقيها في الهون، او ممكن تقطعي تقطيع رفيع جدا جدا جدا. تمام كده لغاية كده الدنيا حلوة الدنيا حلوة. همسك الكزبرة معايا وامسكها في الكبة وهنعمها في الكبة عندي. ما عندكيش كبة زي ما اتفقنا في الهون عندك، نعمتها بنفس الشكل. همسكها كده وهصفيها بمصفى، هنزل منها السوائل اللي نزلت منها، والميه دي مش هرميها خالص لان انا عايزاها. هي ديت اللي هتعملي لون في القلقاس وهتعملي طعم جميل جدا. خليكم معايا لاخر الفيديو وان شاء الله تستفادوا. لو لسه مبتدئه اتفرجي علينا لغايه اخر الفيديو وان شاء الله تستفادي وهتعملي احلى شويه لقاس. مسكنا الكزبره نعمناها وخدنا ميتها زي ما عملنا في الكزبره هنعمل في السلق. طول عمرنا، انا عارفه ان ماما هتزعل مني دلوقتي، احنا بنحمر السلق زي ما هو كده، بعد كده بنعموه في الهون. تمام. احنا بننجز حياتنا كده، لسه هحمره بقى فبنعمه في الكبه وبعد كده بحمره. هي النتيجه. مش عايزه حد يزعل مني، مش عايزه ماما كمان تزعل مني. انا سهلت عليا الدنيا. تمام. خدته كده في الكبه ونعمته ونزلت منه الميه اللي فيه، اي سوائل منه هتنزل منه على طول. تمام. هكرر العملية ديت بنفس الشكل كده في شوية السلق اللي باقيين دولت بنفس الشكل. خدت شوية مية كده صغيرين وهنعمهم بنفس الشكل. بصوا خطوة خطوة بوريلكوا انا بعمل ايه، لان احنا لغاية دلوقتي احنا بنعمل المهم. التقطيع مهم واللي احنا بنعمله دوت
تقطيع السلق وتقطيع الكزبرة مهم جدا. اللي جاي بقى ده كده مش هياخد على النار بالظبط 10 دقايق، هتقفي هتخلصيه كله. طيب محضرة ايه معايا؟ محضرة معايا شوربة لحمة، شوربة فراخ، الشوربة المتوفرة عندك. هتطلع غلوة كويسة، ونزلت عليها بشوية من الملح وشوية من الفلفل الأسمر، وبعد كده نزلت بالقلقاس بتاعنا. أول ما هياخد غلوة معانا هيبتدي يطلع ريم، الريم دوت لازم أطلعه، وقفي جنبه كده لغاية ايه ما يطلع معاكي. طيب محضرة ايه معايا؟ محضرة معايا راس توم كبيرة كده بنفس الشكل، تمام. لو عندك توم في الفريزر مجهزاه خدي معلقة كبيرة. نعمته وركنته على جنب. هنا بعد ما الريم شلته عصرت نص ليمونة، ونزلت بالمية اللي نزلت من الكزبرة ومن السلق، عطت لون جميل جدا. هسيبه على النار لمدة ربع ساعة لتلت ساعة، مش بياخد سوا خالص نهائي. بعد ربع ساعة بالظبط بختبره، بلاقي القلقاسة معايا استوت او دخلت في السوا. حاولوا ما تهروش على الاخر، تمام. استوى معايا وركنته على جنب. محضرة معايا معلقة كبيرة من السمنة، ومعلقة كبيرة جدا من الثوم اللي احنا فرمناه مع بعض. مش هحمر انا، بس هديله تشويحة وهنزل على طول بالسلق اللي احنا عملناه والكزبرة اللي احنا عملناها مع بعض. الطريقة دي سهلة جدا جدا، وبيدي طعم جميل جدا في الاخر. جربوه يا بنات وان شاء الله يعجبكم. طبعا انا هفضل بقى ايه ماسكه معايا، اقعد اقلب بقى يمين في شمال عشان ما يتحرقش مني، لان لو السلق اتحرق منك هيمرر لك الاكله من اولها لاخرها، يعني ولا اكننا عملنا حاجه. لو التومه اتلدعت منك ولا اكننا عملنا حاجه، والاكله معاكي هتمرر. انا حبيت اوريلك خطوه خطوه، انا مش سايباه من ايدي خالص، وعماله اقلب اهوت لغايه ما لونه عمال يغمق يغمق، بس ما بحمرهوش لغايه الاخر. هوريكي اخر مرحله للسلق معايا هحمره ازاي مع الثوم. دي كده اخر مرحله، وطشيته على طول، غطيته وطلع معايا باللون دوت وبالشكل الجميل دوت. ان شاء الله يعجبكم باذن الله. جربوه بالطريقه ديت، الطريقه دي جميله جدا جدا، احسن من الطماطم بكتير بكتير بصراحه. على فكره في كذا طريقه للقلقاس، قبل كده من زمان من زمان كنا عاملين طريقه جديده، يعني هي دي احلى. الطريقه اللي انا بعملها النهارده دي احلى طريقه للقلقاس. ما تنسوش تحطوا عليه ليمون وانتوا بتاكلوا، بيبقى طعمه في منتهى الجمال. طبعا بنقدم معاه رز بالشعريه، راعي رسمي كده في الاكله في الشتاء، القلقاس والرز بشعريه. عصوا عليه ليمون وكلوا بألف هنا، وان شاء الله هيعجبكم باذن الله. انزلي حالا حطي اللايك بتاعك لو الفيديو عجبك، وانتظروا اللي جاي، ومع السلامه.